السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لمسات فوزية. اليوم جبت لكم وصفة سهلة بزاف وزيد اقتصادية، ما فيهاش حليب، ما فيهاش ياغورت ولا البن. يعني اللي عنده حساسية من الحليب ومشتقاته هذه الوصفة ليك. وقبل ما نبداو الوصفة من فضلكم لايك للفيديو وتعليق شباب إذا عجبتكم الوصفة. وبسم الله نبداو. هنا نحتاج بيضتين يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونوش باردين، يعني تكونوا جبدتوهم من قبل. راح تضيفوا لهم كوب سكر، تزيدوا لهم كاس سكر. انا هنا كان عندي فرد كاس كيلت بيه وحطيت في هذا الصحن. هنا تقدروا تخلطوا بيديكم كيما تقدروا تخلطوا بالباتور. انا هنا حتى فوي ما عنديش، يعني باش نعطيلكم تقدروا ديروها بأبسط طرق. درت قاعدة نخلط غير بالفرشيطة. تحاولوا تخلطوا مليح تذوبوا هذاك السكر، وتزيدوا هنا كاس غير ربع تاع زبدة وشوية زيت. زيدوا قدر كما نقولوا 3 مغارف زيت. راح تضيفوهم بالتدريج وتخلطوا. هنا تضيفوا بالتدريج. هذه المرحلة مهمة جدا باه من بعد ما تجيكمش الكيكة مزيتة. وهنا السر اللي يخليها خفيفة وتجي بزاف هشيشة، كاس تاع ما مغلي كما قلنا بنفس الكاس تغليو الماء مليح وتضيفوه بشوية وتقعدوا تخلطوا. تضيفوا الماء السخون بالتدريج وتخلطوا. كل مرحلة لازم تخلطوها مليح. أنا كما قلت لكم إذا خلطوها يدويا، إذا بالباتير هاو يبيض الخليط تحبسوا. هنا المقطع راح لي كي زدنا 3 ملاعق كاكاو يكون نوعية جيدة. هنا راح نزيد أيضا كوب تاع فرينة تكونوا غربلتوه. هنا راح تضيفوا الكوب الأول وتزيدوا معاه كيس ونصف خميرة. صدقوني الكيكة هذه راح تجيكم روعة خفيفة تهبل. إذا جربتوها راح تعودوا ديما تعتمدوها، تخليوا الوصفة تكملوا وتعتمدوا هذه الوصفة. ديجا اقتصادية، فيهاش بزاف مكونات، وما فيهاش الحليب كما قلت لكم اللي عندهم حساسية من الحليب ومشتقاته يعني راح توالمكم بزاف. كما قلت لكم هنا زدنا كاس تاع فرينة مغربلة، وزدنا له كيس ونص خميرة كيميائية، ورشة الملح هذيك هاي لازمة باش تعدل المذاق وتعطينا توازن هكذا في المذاق، متجيناش الحاجة صامتة. وهنا زدت نصف كوب، يعني نحتاج كوب ونص فرينة. راح يجينا القوام كما راكم تشوفوا، ما خفيف ما ثقيل. هنا راح تكون الكيكة بزاف مليحة. هنا راح نزيدو السر الثاني اللي هو ملعقة تاع خل. في الاخر خلاص كي تكملوا تخلطوا كل شيء راح تزيدوا